الفيديو ده يا جماعة الخير بنقدم فيه تحليل صريح ومختلف لوجهة نظر معينة عن دور إيران وتأثيرها على المنطقة. احنا معتمدين على معلومات ومصادر تاريخية وعقائدية عشان نفهم الصورة كاملة. عايز اوضح لكم ان هدفنا كله وعي وفهم للحقيقة، ومش بنهدف ابدا اننا نحرض على كره اي مجموعة او دين او مذهب. الموضوع كله نقاش فكري عشان كل واحد فينا يعرف الخبايا. تخيل أرضنا اتحررت، بس اللي دخلها مش أهلها، اللي دخلها جيش إيراني شيعي رافع راية يا حسين، مش راية لا إله إلا الله، وبيصلي على الصحابة بسبهم مش بالصلاة عليهم، وبيحتفل بالنصر مش عشان حرر الأرض لكن عشان احتل العقول. هل ده اسمه تحرير ولا احتلال جديد بس بوش ديني؟ المشكلة ان العدو ده مش لابس خوذة ولا شايل بندقية. العدو ده بيضحك لك وبيقول لك انا معاك، وبيتحرك باسم الدين لكن بيقتل باسم الثأر لرموز تانية مش لدم المسلمين. هات مخك وتعالى. في لحظة تاريخية شكلها غريب جدا ممكن تيجي بسبب الحرب بين إيران والكيان. ممكن يجي وقت ويفرح العالم الإسلامي كله، بس لو ما فهمهاش هتكون لحظة انهيار مش لحظة نصر. إيران دلوقتي بتحارب الكيان، بس السؤال الحقيقي مش مين هيكسب، السؤال هو لو إيران كسبت ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل أرضنا هتتحرر ولا هنصحى على واقع مؤلم، بلد ظاهرها لأهلها وباطنها مرهون لطهران زي العراق واليمن وسوريا سابقا؟ هنا لازم نسأل السؤال اللي محدش بيحب يطرحه، هل إيران فعلا عدو للكيان ولا العدو الحقيقي هو اللي بيقتلك باسمك وبيسرق دينك باسم المذهب؟ ده اللي هنفهمه لما نرجع شوية ونقلب في التاريخ ونعرف إيران دي مين أصلا وعايزة إيه من العالم الإسلامي، وإزاي دايما بتدخل المدن باسم المقاومة وتخرج منها بعد ما تكون خربت الدين والبنيان مع بعض. عشان تفهم إيران دلوقتي لازم ترجع شريط التاريخ أكتر من 1400 سنة، مش لثورة الخميني ولا حتى للدولة الصفوية لكن لفارس، إمبراطورية النار. فارس ما كانتش دولة عادية، دي كانت واحدة من أعظم إمبراطوريات التاريخ، قوة عسكرية مرعبة ونظام إداري معقد، سيطرت على نص العالم المعروف وقتها من حدود الهند شرقا لحد نهر الفرات غربا. أسرهم من ذهب وجيوشهم بالآلاف إن لم يكن بالملايين، كانوا بيحكموا شعوب تانية كأنهم آلهة، وكل ده تحت راية كسرى اللي كان بيعبد تقريبا. الفرس كانوا سادة حضارة ضخمة، لما دخل الإسلام هناك ما شافوش فيه هداية، شافوا إهانة. إزاي النبي عربي من مكة يسقط عرش كسرى، وساعتها عرش كسرى كان أعظم عرش؟ إزاي المسلمين يحطموا أوهام الألوهية بتاعتهم؟ وإزاي القرآن ينزل بلغة مش لغتهم؟ ازاي قادة العرب يمشوا فوق رفات امبراطوريتهم؟ الصدمة دي ما كانتش لحظة، دي كانت جرح حضاري، جرح حوله الفرس لحقد دفين. ولما أسلم بعض الفرس ما أسلمش عن حب لكن عن حسابات سياسية، وأول ما لقوا فرصة بدأوا في محاولة تلوين الدين، مش عشان يقربوا منه لكن عشان يهدوه من جوه ويملوه بطقوسهم وخرافتهم وأحقادهم. ظهرت جماعة خفية كانت مستنية أي فرصة عشان تعمل فتنة بين المسلمين، وبالفعل لما حصلت فتنة قررت تحول المصيبة لحكاية، والحكاية لعقيدة، والعقيدة لمشروع انتقام مغلف باسم الدين. جماعة اشتغلت على نار هادية تألف روايات وتزور تاريخ، تحول دم الحسين من مأساة لفتنة متوارثة. مين الجماعة دي؟ هم نفسهم اللي اخترعوا عقائد ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا إن القرآن اللي بين إيدينا ناقص، وإن الصحابة خانوا، والإمام يعلم الغيب. اخترعوا التقية عشان يجوز الكذب لو كان في مصلحة المذهب، والبداء اللي معناه إن ربنا ممكن يغير علمه بعد ما كان فاكر حاجة. وقالوا ان المهدي عايش جوه سرداب بقاله 1000 سنة، وسبوا امهات المؤمنين ولعنوا الصحابة واحد واحد، وحولوا الدين من رسالة لمسرحية حزينة بتتكرر كل سنة فيها جلد وصراخ ودم. الجماعات دي أسست مسرحية أبدية عشان يحصل انقسام بين صفوف المسلمين باسم الدين. هنا بقى ظهرت الفكرة الأخطر، التشيع السياسي، مش حب آل البيت الحقيقي
لكن استخدام حبهم كوسيلة لضرب الصحابة وضرب الدولة الإسلامية من جوه. ومع الوقت الفرس لبسوا عباية المذهب الشيعي وحولوه من مسألة فقهية إلى مشروع سياسي، مش مجرد رأي في الإمامة، ده الخطة انقلاب عقائدي على الإسلام السني بالكامل. وده اللي شافه العلماء الكبار من قرون زي ابن تيمية لما قال الرافضة أكذب الطوائف وهم أشد الناس عداوة لأهل السنة. لكن لحظة التحول الحقيقية جات في القرن ال16 لما ظهرت الدولة الصفوية، ودي يا صديقي كانت أول دولة شيعية رسمية في التاريخ. فرضت التشيع بالقوة على إيران وقتلت مئات الآلاف من أهل السنة باسم نشر مذهب آل البيت. ومن هناك بدأت إيران تاخد شكلها اللي احنا شايفينه النهاردة، مش مجرد دولة شيعية لكن دولة عندها مشروع بيتكلم عن الصقر، عن المهدي الغائب، عن نهاية العرب، وعن سيادة فارس باسم التشيع. وده مش كلامي أنا، دي نصوص في الكتب بتاعتهم، منها مثلا في كتاب الكافي للكليني، وبالمناسبة ده أهم كتاب عند الشيعة، جزء 8 صفحة 292 عن أبي عبد الله الإمام جعفر الصادق، بيقول: ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح. وده نص صريح جدا مش محتاج شرح. وكتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي من مؤسسي الفكر النصيري الشيعي قال: خذ السيف واقتل به كل ناصبي أي سني تراه فإنه مباح الدم ولا كفار عليه. الناصبي عند الشيعة كل من لا يؤمن بإمامة علي، يعني ببساطة أهل السنة كلهم. وكتاب بحار الأنوار للمجلسي الجزء 52 صفحة 318 عن أبي عبد الله: كأني بالقائم على نجف الكوفة قد لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى على المنبر قال: يا أهل العالم أنا القائم. وبعد كده يقول أسماء أعدائه، وبيبدأ بأهل السنة والعرب ويؤمر بقتلهم جماعات. وده المهدي عندهم يا صديقي. المهدي عندهم مش يوحد الأمة، ده هيذبح العرب وأهل السنة. إيه رأيك في الكتب بتاعتهم؟ ده منهج الشيعة. استنى أنت مفكرني خلصت؟ كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 18 باب حكم قتل الناصب حديث 31 عن داوود ابن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم. والناصب زي ما قلت لك يعني السني. خد تاني يا صديقي كتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان الخصيبي: من قتل ناصبيا أي سنيا ولم يعرف بذلك بعثه الله يوم القيامة أشرف من الشهيد. ها كفاية ولا أجيب لك تاني؟ خد يا صديقي عندك تاني كتاب بحار الأنوار للمجلسي الجزء 27 صفحة 231: النظر إلى وجه الناصب حرام إلا من نظر إليه وهو يريد قتله فذلك له نور يوم القيامة. ده يا صديقي دينهم ودي عقيدتهم ودي الكتب بتاعتهم. والكتب اللي قلتها لك دي أصح الكتب اللي عندهم. هيجي واحد هيقول دلوقتي مش مقرين بالكلام ده. هقول لك انت شخص جاهل بالحقيقة. لو فعلا كده ليه طهران ما فيهاش ولا مسجد سني؟ ليه لحد الآن بيقتلوا المسلمين في إيران في الأحواز وغيرها؟ هتقولي مش بسمع عنهم ولا بسمع الحاجات دي. أقول لك انت اللي معمي عن الحقيقة. وعشان تتأكد ان كتبهم دي منهج مكملين عليه لحد الآن، فالأحواز خير دليل، واليمن خير دليل، والعراق خير دليل. عارف الخميني ده مؤسس النظام الإيراني الحالي، عارف قال ايه في الكتب بتاعته؟ في كتب تحرير الوسيلة للخميني قال: الناصبي نجس ويجوز أخذ ماله أينما وجد. الناصبي يلحق بأهل الحرب ويجوز اغتنام ماله. لا تقبل ذبيحة الناصبي ولا يصلى عليه. وفي كتاب تحرير الوسيلة جزء 1 صفحة 79: ولا يجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج. النواصب دول بالنسبة لهم هو احنا، يعني احنا بالنسبة لهم احنا بره الإسلام. وده النظام الحالي في إيران. ركز يا صديقي، أنا جبت لك من أول كتبهم وأصح كتبهم بالنسبة لهم لحد النظام الإيراني الحالي للخميني. وفي كتاب تحرير الوسيلة في جزء 1 صفحة 352: الأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به، بل للظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد.
وبأي نحو كان. وجزء 1 صفحة 118: وإما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف، ذلك لأنهم أنكروا الرسالة. ده غير الكلام السافل على زوجات النبي، وغير الكلام الهابط على الصحابة. كل دي خرافات عشان يعملوا دين تحت قناع الإسلام، يطعن في الإسلام ويحارب الإسلام من جوه. أجيب لك روايات تاني من عندهم يا صديقي، والله في كتير قوي، بس أنا مش عاوز الفيديو يطول عليك. نصوص دينية كتير عندهم بتقول بجواز قتل السنة، وبعض النصوص بتقول بوجوب قتل السنة. هتقول لي بس هم دلوقتي عاوزين يوحدوا الصفوف. هقول لك انت لحد دلوقتي بتكلمني عن توحيد صفوف؟ انا بقول لك انهم بيسبوا زوجات النبي وبيسبوا الصحابة وبيقولوا على القرآن ناقص. انت مستوعب؟ انت تقبل مراتك تتسب، ما بالك زوجات النبي، ما بالك القرآن؟ يا صاحبي الموضوع خطير. فوق، دول مش أسوأ من أي كيان، دول شرخ في المسلمين كفيل يخلي جبل المسلمين ينهار. سمعت عن التقية دي يا صديقي؟ اللي بيعملوها إيران والشيعة قدامك، بيسلموا عليك ويضحكوا ويقولوا احنا معاك وفي ظهرك، احنا مسلمين زي بعض، وهو شايل خنجر، وأول ما تضير وشك يديك الخنجر ده مش في ايدك، ده جوه ظهرك. في كتاب الكافي الجزء الثاني صفحة 219 بيقول خالطوهم بالربانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الإمارة صبيانية، يعني عاملهم من بره بلطف لكن خالفهم في الباطن. وفي كتاب الكافي جزء 2 صفحة 217 عن أبي عبد الله جعفر الصادق: التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقي له. وكده يا صديقي أنا اديت لك صورة مصغرة عن منهج الشيعة، وكل ده أنا ما دخلتش في تفاصيل، كل ده بس من بره الغلاف. حلم الفرس وهدفهم هو هدم الإسلام من الداخل وتكوين إمبراطورية فارس العظيمة من جديد، ويعيدوا أمجادهم زي عرش كسرى. حلم إيران تبني إمبراطورية جديدة على أنقاض الأمة. السؤال بقى، لو دي كانت جذور إيران، هل النهاردة الجذور دي اختلفت ولا لسه زي ما هي؟ ارجع معايا حوالي بس 46 سنة، تحديدا في سنة 1979 حصلت لحظة غريبة جدا. الناس كلها كانت بتتكلم عن ثورة شعبية في إيران ضد الشاه، لكن اللي حصل في الحقيقة ما كانش ثورة شعبية، ده كان انقلاب ديني على الدولة. انقلاب نفذه راجل اسمه الخميني، لكن بعقلية فارس ولسان عربي متقن. الخميني رفع شعارات خادعة، لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية. لكن أول ما استقر على الكرسي أعلن حاجة أخطر من أي شعار، وهي تصدير الثورة. يعني إيه بقى يا صديقي تصدير الثورة؟ يعني ببساطة إيران مش هتكتفي بحدودها، هي عندها ثورة ولازم تنقلها لكل العالم الإسلامي، مش عشان توحده لكن عشان تسيطر عليه باسم ولاية الفقيه. ولاية الفقيه دي مش بس نظام سياسي، دي عقيدة كاملة بتقول ان الحاكم اذا كان فقيه شيعي فليه سلطة مطلقة اكتر من اي امام او خليفة او اي حاكم. يعني مش بس حكم ديني، دي عبودية فكرية شاملة، وكل ده باسم النيابة عن المهدي الغائب. ومن هنا بدأت ايران تعمل اخطر حاجة، بناء جيشين، الجيش التقليدي الايراني وجيش الحرس الثوري، وهو الاخطر. الحرس الثوري مش مجرد جيش، ده جهاز عقائدي عقيدته مش الدفاع عن الدولة وبس، لكن نشر الثورة في الدول الاسلامية. مهمته عمرها ما كانت تحرير ارضنا، مهمته كانت احتلال العواصم الاسلامية باسم القدس. وفعلا ايران نجحت في اختراق العراق وسوريا واليمن. كل مدينة من دول دخلتها ايران مش بالدبابات لكن بالمذهب والمال وبالعصابات. عصابات بتحمل رايات يا حسين، لكن لما توصل للحكم بتقمع المساجد وتطرد أئمة السنة وتحول البلد لساحة للقتل واللطم والحقد الطائفي. هل إيران فعلا بتحارب الكيان ولا بتستخدم عداوة الكيان كبوابة دخول؟ الواقع بيقول إيران ما حررتش شبر من أرضنا، لكن حرقت شعوب كاملة من الأمة. ما حاربتش الكيان لكن سلحت الناس اللي بتكفر الصحابة وبتلعن زوجات النبي وبتغسل أدمغة جيل كامل باسم حب آل البيت. لو الكيان بيضرب صواريخ فإيران بتضرب عقائد. الكيان بيحتل أرض، إيران بتحتل عقل ودين وهوية. مين أخطر، العدو المعروف ولا الغير معروف؟ أخطر أنواع الحروب يا صديقي اللي بتخلي الضحية يفتكر نفسه منتصر
وهو في الحقيقة بيخدم مشروع عدو بإيده. لكن استنى، التحليل لسه ما خلص، لسه ما شفناش شكل أرضنا لو وقعت تحت النفوذ الإيراني. لو إيران كسبت الحرب، هل ده معناه إن أرضنا اتحررت؟ الناس فرحانة بإن الكيان ممكن يخسر وإن إيران ممكن تكسب، لكن ما خدوش بالهم إن اللي بيمتد على الأرض نفوذ ولاية الفقيه. تخيل كده معايا خطبة الجمعة في المسجد بيكفروا أبو بكر وعمر وبيلعنوا عائشة رضي الله عنه، وبيتكلموا عن المهدي المنتظر والرجعة ودم الحسين. الأذان بيتغير وبيتدفلوا أشهد أن عليا ولي الله. مناهج المدارس بتتحول لأدوات غسيل دماغ للمذهب، وتبدأ المدارس تعلم الأولاد إن الصحابة خانوا النبي وإن الأمة لازم تنتقم لآل البيت من الأمويين بعد 1400 سنة. أي بيت سني يا يتشيع يا يتقتل. هنكتشف إنك سني بس مخبي، هنغتصب بناتك ونحرقك. كل اللي أنا قلت لك اتخيله ده مش خيال، ده سيناريو مكرر حصل حرفيا في النجف والبصرة في العراق، وفي دمشق وحلب في سوريا، وفي بيروت وصيدا في لبنان، وصنعاء وتعز في اليمن. كل مرة الناس كانت بتقول مش هيحصل هنا، لكن حصل. تعال نقارن بوضوح. التاني هويته معروفة ومعلنة وواضحة، محدش بيشكك في عدائها. أما إيران فهويتها الشيعية ثورية مموهة، بتتلبس ثوب الإسلام وبتحاول تتقرب من قلوب المسلمين بشعارات ظاهرها العدل ونصرة المستضعفين. التانيين عدائهم واضح وصريح، أما إيران فعدائها مخفي ومبطون وبتقتل باسم الدين. الناس كلها متفقة إن الكيان عدو، لكن الغريب إن في ناس لحد النهاردة فاكرة إن إيران ممكن تكون حليفة أو منقذة للمسلمين. الكيان شعاره معروف من النيل للفرات، أما إيران فشعارها العقائدي العميق تصدير الثورة، والهدف ده معلن في دستورها، يعني الكل يكون إيران واستعادة مجد كسرى. وبينما الكيان مش قادر يحط إيده على شبر واحد من العواصم العربية، إيران بقت بالفعل مسيطرة على 4 عواصم إسلامية: العراق ولبنان واليمن، وكانت سوريا سابقا. هم بيحاربوك علني، لكن إيران بتحاربك وانت بتسقف لها. هم بيحاربوك من بره، لكن إيران بتفجرك من جوه. هم لو دخلوا أرضك هتعرف إنه احتلال، لكن إيران لو دخلت هتفتكرها محرر. وهنا الكارثة، إنك مش هتقاوم لأنك مش هتشوف العدو أصلا. إيران مش بس بتحرف الجغرافيا، دي بتحرف الدين والذاكرة والرموز. الصحابة عندها خونة، زوجات النبي ملعونات، القرآن محرف، وكل ده بيتم تغليفه بجملة ساحرة: احنا معاكم مع أرضنا. طيب لحظة، فين أرضنا من 1979؟ من وقت ما قامت الثورة الإيرانية كام شبر اتحرر؟ ولا شبر. لكن كام دولة تم اختراقها؟ العراق، سوريا، لبنان، اليمن، والنهاردة الطريق على أرضنا. المشكلة مش في القوة العسكرية بس، المشكلة في الناس اللي شايفة إيران مقاومة وهي في الحقيقة سرطان بطيء بياكل الأمة باسم الدين. العدو اللي بيقولك أنا عدو بتاخد حذرك منه، لكن العدو اللي بيقولك أنا أخوك هو ده اللي بيقدر يقتلك وانت مبتسم. هل تعتقد ان إيران لو بقت صاحبة قرار في أرضنا هتسيب التعليم الديني زي ما هو؟ هتسيب الخطباء والعلماء والمدارس والأوقاف؟ هتسيب السنة ينتشروا في المساجد؟ تعال نشوف أمثلة حصلت قبل كده. في العراق كان في أكتر من 15,000 مسجد لأهل السنة، والنهاردة معظمهم يتقفل أو اتحول لحسينيات والأئمة اللي فيها اتسجنوا. طب في سوريا قبل أحمد الشرع المساجد اللي كانت هناك بتجمع السنة اتحولت لمراكز دعاية للمذهب الاثنى عشري، والأذان اتغير والمناهج اتغيرت وحتى أسماء الشوارع اتشيعت. طب في اليمن الحوثيين بدأوا يكتبوا في المناهج إن الولاية العلي، وإن الصحابة خانوا النبي، وإن القرآن ناقص. أولادك هيتعلموا إن الصحابة مش قدوة بل خونة، وإن آل البيت مش رموز محبة بل أدوات لعقيدة الثأر. وده مش كلام تخويف، ده واقع حصل من مناطق سنية خالصة، ومع الوقت قلبوها شيعية باسم المقاومة. ولو إيران فعلا دخلت أرضنا فالموضوع مش هيقف عند حدود أرضنا وبس. وعشان تتأكد إن إيران أخطر، فعدد الضحايا المسلمين في إيد إيران أكتر بكتير
من الكيان. تعال اسمع وشوف بنفسك. الإحصائيات دي من ساعة ما إيران حطت إيدها على الدول اللي حواليها لحد اللحظة دي. عدد ضحايا العراق 350 ألف مسلم سني، عدد ضحايا سوريا 656 ألف مسلم سني، عدد ضحايا اليمن 377 ألف مسلم سني، عدد ضحايا إيران مش معروف العدد بالظبط لكن آلاف برضو. يعني بشكل عام إجمالي النظام الإيراني الضحايا بتاعته أكتر من 1,300,000، وده لسه مفيش إحصائية على ضحايا الأحواز في إيران. طب وعدد الضحايا في الكيان يا صديقي من 1948 لحد النهاردة، عدد الضحايا إجمالي فيه إحصائيات بتقول 154,000 ضحية، بس هناخد بأكبر المصادر اللي بتقول 300,000 ضحية لحد النهاردة. يا عم أقولك خليها 500,000 ضحية. في المقابل إيران كام؟ 1,300,000 ضحية يا صديقي. المصيبة إن كل ده ما تعرفش الكلام ده وبتقول يا رب إيران تكسب، يا رب إيران تخش الكيان. أنا بسمع حاجات غريبة الأيام دي. هتقول لي يا عم درويش أنت تبع الكيان، هقول لك لا، أنا ولا تبع ده ولا تبع ده. الصح إننا نقول اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، لكن ما نقولش ربنا ينصر إيران، ما نقولش ربنا ينصر الإسلام على إيد إيران. إيران ليها هدف وهو تحقيق مجد كسرى وإمبراطورية فارس، والكيان ليه هدف وهو من النيل للفرات وبناء الهيكل. وعاوز انبه على حاجة عشان اليوتيوب ما يزعلش مننا، اللي قلته ده يا جماعة سواء عند الكيان او عند الشيعة مش بيشمل كل الشيعة ومش بيشمل كل الكيان، ده بعض الناس والمناهج المتطرفة من هنا ومن هناك، وورا الكلام كلام. المهم يا صديقي كل واحد بيسمعني دلوقتي لازم يدرك خطر إيران ويعرف حقيقتها، ويعرف ان المعارك مش كلها بالدبابات، بعض المعارك بتبدأ من عقلك وتنتهي اما بنور او بظلام على هيئة نصر كاذب. كان معك الفاتح، فتحت لك باب العقل والدور عليك تفتحه لحد تاني.